السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مباراة مصر وأوزبكستان 1-0 للمنتخب المصري، وده في 3 نقاط مهمين جدا ليه في المشوار، على أساس يكون تاني المجموعة بعد أسبانيا اللي كسبت وعندها 6 نقاط من مباراتين. بيبقى الأمل كبير إنه يا يتعادل مع أسبانيا يفوز عليها، حتى لو اتغلب أعتقد ممكن يوصل للدور الثاني، ولكن المستوى بتاع المنتخب مش حلو ومش كويس والغالبية مش راضي عليه. ولكن في بعض الامل في اللاعب احمد عيد، في بعض الامل في محمد النني اللي ظهر بقوه في البطوله دي وبيعمل اقصى جهده عن بطوله افريقيا المره اللي فاتت. تحيه لهذا المنتخب انه يكمل ويفوق شويه ويركز اكتر شويه. حتى الوزير راح هنقهم في غرفه الملابس بعد الفوز. حتى اتحاد ابطال افريقيا هنأ احمد نبيل كوكا بالهدف. بالتوفيق لمنتخبنا المصري في المباراه الجايه يوم الثلاث مع منتخب اسبانيا.